مرحبا بالأسرة الودادية. بعد الاجتماع إدارة الوداد للانفصال عنه، مبونة يبدي تشبثه بمنصبه كمدرب للفريق. يتشبث المدرب مبونة بالبقاء في منصبه داخل الوداد الرياضي رغم النتائج السلبية المحققة في الفترة الأخيرة، من بينها الإقصاء من الثمن نهائي كأس العرش عقب هزيمته على يد المغرب التطواني. وأوردت مصادر متطابقة أن إدارة النادي الأحمر المتمثلة في رأسها هشام أيتمنى قد اجتمعت بمغونة أمس الأحد للبحث صيغة الانفصال بين الطرفين، غير أن الإطار الجنوب إفريقي رفض الحديث عن اتفاق لفك الارتباط. وسيكلف الوداد الرياضي خيار فسخ العقد من طرف واحد مبلغا ماليا مهما، وهو ما يدفعه باتجاه الاستمرار مقبلا على رأس الفريق الأحمر إلى نهاية الموسم الكروي الجاري على الأقل. ولم يحقق الوداد النتائج المرجوة هذا الموسم تحت قيادة مقونة، حيث غادر المنافسة كأس العرش ويحتل المركز الرابع في سلم ترتيب البطولة الاحترافية القسم الأول إنوي. وكان مغوينا قد تولى مهمة الإشراف على تدريب الوداد في الميركاتو الصيفي الماضي عقب رحيله عن صفوف ماميلودي سانداوز الجنوب الإفريقي.